السلام عليكم. حكاية النهاردة عن ملك ملوك الأرض نبي الله سليمان عليه السلام. تخيل تتولد ربنا يرزقك بعلم ونبوة وملك وجزء من الملكوت. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. والهبة هنا هي العطاء الإلهي بدون مقابل. سبق واتكلمنا قبل كده عن سيدنا داود عليه السلام وعن معجزاته ونسبه وحكمه واللي جه من بعده ابنه سليمان. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سيدنا سليمان ومن هو شاب صغير ربنا ألهمه الصبر والحكمة، وفي عهد والده سيدنا داود عليه السلام دخل عليه رجلان عاوزين يحكموه في مشكلة ما بينهم، وهي إن غنم أحد الرجلين أكلت زرع الرجل الآخر. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم. وهنا حكم سيدنا داود إن صاحب الأرض ياخد الغنم كتعويض عن الزرع، لكن والرجلين خارجين قابلوا سيدنا سليمان وسألهم: ما حكم أبي؟ وهنا ربنا عز وجل ألهم سيدنا سليمان بالحكم السليم. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وحكم سيدنا سليمان إن صاحب الغنم ياخد الأرض يزرعها، وصاحب الأرض ياخد الغنم يستنفع بيها لحد ما الزرع يطلع تاني. كل ده وسيدنا سليمان في سن 11 سنة. ظل سيدنا سليمان بجانب أبوه طول فترة حكمه اللي كانت تقريبا 40 سنة، اتعلم فيها الحكمة والملك وعبادة ربنا واستخدام المعجزات. وبعد وفاة الأب ورث من بعده ابنه المملكة العظيمة. قال تعالى: وورث سليمان داود. لو تفتكروا في قصة سيدنا داود إن ذكرت الذنب اللي وقع فيه، ولكن استغفر ربنا وتاب وأناب وربنا غفر له. وعلى غرار أبوه برضه سيدنا سليمان وقع في ذنب هو الآخر، ولذلك الاثنين عليهم السلام ليسوا من أولي العزم من الرسل. والجدير بالذكر إن أولي العزم من الرسل هم 5: سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ويقال في أغلب المصادر إنه ذنب سيدنا سليمان إنه بسبب ورثه وملكه العظيم أصابه شيء من الانشغال عن ذكر وعبادة الله، ولذلك أصابه الله ببلاء وفتنة كانت عبارة عن مرض شديد ملوش أي مثيل أو علاج في ذلك الزمن. وده زي ما جه في سورة صاد. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولكن هنا ربنا رحمته وسعت كل شيء. لما سيدنا سليمان اعترف بذنبه واستغفر ربنا غفر له. ومش بس كده، سيدنا سليمان دعا ربنا وربنا استجاب لدعائه، وكانت نتيجة تقبل الدعاء ان ربنا عز وجل سخر له الريح والجن والشياطين. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. شاهد من ذنب وبلاء سيدنا سليمان انه ايقن وتاكد انه بكل ما اوتي من قوه وسلطه ومعجزات فكل ده من الله وبالله والى الله، ومفيش اي حاجه من اللي يملكها قدرت توفر له الشفاء، لكن الشفاء باذن ربنا عز وجل. وهنا بنيجي نقسم ملك سيدنا سليمان الى جزئين: جزء قبل البلاء وجزء بعد البلاء. قبل البلاء كان معجزات سيدنا سليمان هي معجزات والده سيدنا داود، وده زي ما جه في سورة النمل آية 16. أما بعد البلاء والتوبة ربنا أنعم عليه بمعجزات لم ولن تكن لأي أحد غيره. قال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وده زي ما عرفنا فوق ان ربنا سخر له الرياح والجن. وطبعا لتسخير الريح يقال انه كان لسيدنا سليمان بساط خشبي مهيب كبير جدا كان بيحمل عليه الجيش، وقوه الريح يتنقل من مكان لاخر. وفي احد الروايات انه مره كان سيدنا سليمان هو والجيش بتاعه على البساط ومال البساط بيه شويه، فسيدنا سليمان قال له: اعتدل يا بساط،
فرد عليه البساط: أمرنا أن نطيعك ما دمت تطيع الله، مش عشان أنت أقوى ملوك الأرض ولا نبي ولا غيره. وده زي ما حكى الإمام الشعراوي رحمة الله عليه. وسبحان الله ده بيوضح إن ليس لأحد منا قوة وملك وسلطة إلا من الله، مش عشان أنت جامد ولا عشان أنت بتملك شيء أو بذاتك أو بإرادتك الشخصية، لكن بهبة من الله لحكمة يعلمها الله. وهي دي كانت الرسالة من ربنا لسيدنا سليمان لما ابتلاه. أراد الله تطويع النفس وخاطر سليمان من تعظيم الذات والملك إلى العبادة والخضوع إلى الله، وأراد الله ترقية سيدنا سليمان لمهمة أكبر. وبنيجي هنا للجزء الثاني من هبة ربنا عز وجل لسيدنا سليمان بعد البلاء، وهي تسخير الجن والشياطين الصالحين منهم والفاسدين. وده اللي هنعرف قصتهم وقصة ملكة سبأ ومين اللي نقل عرشها ونهاية المملكة العظيمة لسيدنا سليمان. استنونا في الجزء الثاني. ولحد هنا انتهى الجزء الأول من قصة سيدنا سليمان. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير، ولو انت على اليوتيوب فعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنتم مع مصطفى سعد وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.